كنت متردد الأول أرد عليه، لأنه أكيد هيسألني وسط الكلام عن الكتاب. خفت كمان يسألني عن شغلي في القافلة الطبية. حسيت إنه ممكن يكتشف إني مش في قافلة طبية أصلا، وخفت يحس إني بكدب عليه. لكن رديت عليه وعملت نفسي نعسان أكتر. اطمن عليا وعلى سفريتي للصعيد، وسألني هرجع إمتى للقاهرة علشان هو محتاج للكتاب. وسألني لو كنت سايب نسخة من مفتاح شقتي اللي في القاهرة مع حد، علشان يروح له وياخد مفتاح الشقة وياخد الكتاب من المكتبة. فعرفته إن مفيش نسخة تانية من مفتاح شقتي مع حد في القاهرة، وقلت له إني لسه صاحي من النوم ونعسان شوية، وطلبت منه يصبر لحد ما أرجع من السفر وأروح معاه نجيب الكتاب سوا. قفل آسر المكالمة معايا، وكنت حاسس إنه متضايق نوعا ما، وأنا قفلت من نفسي وأنا بكدب عليه ومش عارف أقوله إزاي إن الكتاب معايا. الكدب فعلا لعنة، بتبتدي بحاجة صغيرة وبتكبر مع الوقت في كل مرة. يا ريتني أعرف أنهي اللعنة دي.